حادث غريب في إحدى جراجات مدينة جوانزو الصينية. عربية تسلا سابوها راكنة لمدة أسبوع، رجعوا لقوا العربية بتشتعل لوحدها. وده خلى ناس كتير تسأل، هو إيه اللي ممكن يخلي عربية كهرباء تشتعل لوحدها؟ ويا ترى لو حصل حريق هل هو أخطر من حرائق العربيات البنزين؟ وإيه الأسباب اللي ممكن تسبب ده؟ ولو حصل حريق إزاي أقدر أتعامل معاه بالطريقة الصحيحة؟ وهل في المستقبل او دلوقتي ممكن نشوف كيمستري بطاريات امن من كيمستري بطاريات تانية فتخلينا نتفادى خطورة الحريق اللي بيحصل وقوته؟ كل دي اسئلة هنجاوب عليها النهاردة، ولكن قبل ما نجاوب عليها متنساش تعمل لايك واشتراك للقناة عشان تشوف الفيديو ده وكل الفيديوهات اللي جاية. يلا بينا. كوريا الجنوبية تعقد اجتماعاً طارئاً بعد تزايد حرائق السيارات الكهربائية التي أثارت مخاوف المستهلكين. بطاريات السيارات الكهربائية تشتعل، وقد يكون ذلك سبباً كبيراً لنفور المشترين. في الحقيقة الأرقام بتقول عكس ما يذاع في الأخبار إن العربيات الكهرباء أخطر أو أكثر اشتعالاً عرضة للاشتعال من العربيات البنزين. وده طبقا لموقع اسمه EV Fire Safe، ودي منظمة متخصصة في متابعة حرائق العربيات الكهرباء اللي بتحصل في أمريكا وفي العالم كله. لقوا إن العربيات الكهرباء ما بين 100,000 عربية كهرباء بيحصل حريق واحد بس، أما في مقابل 100 عربية لكل 100,000 عربية في العربيات البنزين. اما تسلا لما عملت الريبورت بتاعها والتقرير بتاعها لقت ان هي طبقا طبعا للكيلومتر اللي بتمشيه، لقوا ان بيحصل حريق واحد بس كل 300 مليون كيلومتر مشي بالعربيات الكهرباء بتاعتها، في مقابل حريقه كل 30 مليون كيلومتر بس في العربيات البنزين. فرق كبير جدا في الارقام. طب ليه بنحس دايما ان العربيات الكهرباء في الاشتعال او خطر حرائقها بتكون اكتر؟ طبعا لان بنلاقي ان الاشتعال بيحصل بشكل تدريجي وبيكون طبعا اصعب كتير جدا في اطفائه. طب ليه ده بيحصل؟ خلينا نقول ان اول حاجة هي المشكلة في كمية النار اللي طالعة من العربية الكهرباء وازاي بتطفيها. العربية الكهرباء طبعا عشان البطاريات عبارة عن الليثيوم، والليثيوم مادة مشتعلة ونشطة جدا، فطبعا بتشتعل بشكل قوي جدا ولكن تدريجي. ازاي؟ بيحصل حاجة اسمها ثيرمال ران اواي، بيحصل مشكلة في سيل من السيلز بتبدأ تشتعل، والسيل دي لما بتشتعل بتبدأ تسخن باقي الخلايا اللي بعدها، فيحصل الاشتعال اللي انت بتشوفه بشكل تدريجي، فتشوف الحريقة بتبدأ تشتعل بشكل كبير، فانت بتفتكر ان ده طبعا اخطر من العربيه البنزين اللي انت مجرد بتشوف بيحصل الحريق بشكل انستنت او لحظي، فانت بتفتكر بكده ان العربيه الكهرباء اخطر عشان الحريقه بتحصل في وقت اطول وتدريجيا. الى جانب كمان ان طبعا العربيه الكهرباء بتحتاج عشان تطفيها 160 ألف لتر ميه، في مقابل العربيات البنزين بتحتاج 4000 لتر ميه فقط. ده طبعا عشان الليثيوم ماده زي ما قلنا نشطه جدا وبتتفاعل طبعا مع كل الاكسجين ومع الميه لو بنسب قليله، فعشان كده احنا بنحس ان حرائق العربيات الكهرباء اخطر. ولكن خليني اقول لك ان كل اللي قلته لك ده بالعكس بيخلي العربيه الكهرباء امن، مع ان انت لو شايف الحدث يبان اصعب. اولا لان زي ما قلنا الاشتعال في العربيه الكهرباء بيحصل بشكل تدريجي اللي هو الثيرمال ران اواي، خلايا بتشتعل فبتخلي اللي بعدها يشتعل تدريجيا. طب ده ميزته ايه؟ هو يبان ان هو خطر وصعب جدا والسيطره عليه صعبه، ولكن مع ذلك هو بيدي امان لقائد المركبه لانه بيديله فرصه يطلع من العربيه، على عكس عربيات بنزين. عربيات بنزين عباره عن تانك بنزين انت مالكش اي سيطره عليه، ده ماده قابله للاشتعال لا قدر الله، مجرد حادث قوي او تعرض للعربيه اتقلبت، تعرضت لشراره او احتكاك بالارض، خلاص الاشتعال والانفجار بيحصل في لحظتها. فالانفجار بيحصل انستنت. مقدار الحراره اللي بتطلع من العربيه الكهرباء هي زي العربيه البنزين، ولكن العربيه الكهرباء بتاخد وقتها في الاشتعال على عكس البنزين اللي بيشتعل لحظيا. فلو جينا بصينا هنلاقي ان العربيه الكهرباء بتدي فرصه للناس ان هي تطلع من المركبه قبل ما يحصل الاشتعال بشكل انستنت. طبعا العربيه البنزين كمان عشان زي ما قلنا الوقود اللي جوه العربيه او جوه التانك ده انت مالكش سيطره عليه، ده حاجه ماده قابله سائل قابل للاشتعال،
مجرد تعرضه لاي حاجه تخليها يشتعل بيشتعل في لحظتها، على عكس البطاريات اللي مربوطه بنظام البي ام اس او الباتري مانجمنت سيستم، اللي دايما بيديك بيانات عن السيلز وعن درجه حراره البطاريه، اللي هو اصلا حتى قبل حدوث الحريق لو في مشكله مش من مجرد حادث او حاجه اكسترنال حصلت، فانت بتديك تحذير على الشاشه وتقول لك خلي بالك في مشكله ممكن تحصل دلوقتي، ابعد اركن العربيه في مكان بعيد لان درجه حراره البطاريه بتشتعل، او اركنها في مكان بعيد عن الناس، او اطلع من العربيه، فبتنبهك قبل حدوث الحريق. لان طبعا نظام الباتري مانجمنت سيستم بيمونيتور كل حاجه في العربيه وبيقدر ياخد اكشن، على عكس عربيات البنزين. سمعنا ان في حرائق حصل بسبب مشاكل في ضفيره العربيه مثلا لعمل الكهرباء او ماس كهربائي وصل للبنزين ادى لاشتعال العربيه لحظيا. فهنا على الرغم من ان العربيه الكهرباء يبان اشتعالها اقوى لانه هو بياخد وقت في الاشتعال زي ما قلنا، ولكن هو زي ما قلنا بالنسبه للسائق امن بكتير. خلينا نقول بقى ان كمان الاسباب اللي ممكن تخلي العربيه الكهرباء تشتعل هي عده اسباب، طبعا عندنا 5. اول سبب طبعا هو تعرض العربيه لحادث شديد. لما العربيه بتتعرض لحادث شديد اللي بيحصل ان البطاريه نفسها خلاص انت بتتعجن على بعض، فده بيعمل ايه؟ بيخلي القطب الموجب يتلامس مع القطب السالب اللي هو بنسميه شورت سيركت او قفله، فتؤدي زي كده بالظبط. اعتبر البطاريه بتاعت عربيتك اللي قدام وصلت الموجب بالسالب مع بعض تبدا تشرز وممكن تؤدي كمان الى الاشتعال. فده من الاسباب اللي بتؤدي طبعا ان العربيه الكهرباء تشتعل بشكل لحظي، اما او ان هي يعني تشوف النار اللي بتطلع دي. اما تاني سبب معانا وهو ان ممكن يكون البطاريه نفسها فيها عيب تصنيع، حاجه بقى اوريدي من المصنع، البطاريات طالعه فيها مشاكل في الخلايا بتاعتها فبتؤدي لاشتعالها. يمكن الحادثه الشهيره لدوت شيفروليه بولت كانت عملت ريكول عربيات كتيرة جدا، تقريبا اكتر من 60 او 80 الف عربية كان فيهم مشاكل في الخلايا البطاريات بتاعتهم بتؤدي ان العربية بتشتعل لوحدها. يمكن طلع تحذيرات كمان، اركن العربية ما تركنهاش في جراج واركنها بعيد، ما ينفعش تركنها في مكان اندور بسبب مخاطر الاشتعال. وطبعا الشركة تكفلت بتغيير كل البطاريات بتاعتها لملاك العربية دي. ثالث سبب ممكن يكون معانا وهو طبعا في حالة الفيضانات بقى، ان العربية يوصل لها مية وخاصة مياه البحر، لان المياه البحر عشان مالحة فهي بتعتبر كأنها الكترولايت وموصل للكهرباء، فلما بتوصل لجسم العربية وللبطارية ممكن تعمل نفس القفلة اللي اتكلمنا عليها في الاول فتؤدي لاشتعال العربيات. اما رابع سبب معانا وهو ان يكون السبب بسبب مصدر خارجي للاشتعال. وده طبعا اسبابه كتير، يمكن يا اما حد طبعا ولع في العربيه نفسها زي ما بيحصل في تسلا دلوقتي مع ايلون ماسك، الناس اللي بتولع له في عربياته بسبب مشاكل يعني، او ان يكون السبب خارجي بمعنى ان المشكله مش في العربيه نفسها ولكن المشكله وليكن في الشاحن اللي انت بتشحن فيه، وليكن المقبس الكهربائي او البلاج اللي انت بتوصل بيها الكهرباء. عشان كده موضوع التركيب الشواحن بشكل احترافي وانك تختار الشاحن المناسب اللي بيكمبلاي وبيتوافق مع الكود بتاع بلدك ومع العربية بتاعتك ده مهم جدا. عشان كده حابب استغل الفرصة دي واشكر شركة سولرجي وهي سبونسر للحلقة بتاعتنا. شركة سولرجي هي شركة متخصصة طبعا في تركيب الشواحن بشكل احترافي، عندهم تيم متميز جدا كلهم معتمدين ومتخصصين في تركيب الشواحن للعربيات الكهرباء بما يتوافق مع الستاندردز الأوروبية، عشان تبقى مطمن ان انت مركب الشاحن بشكل صحيح من غير ما يحصل اي مشكله. لو عايزين تتواصلوا معاهم هسيب لكم اللينكات في الديسكربشن، تقدروا تتواصلوا معاهم مباشره لو عايزين تركبوا شواحن بشكل احترافي بامان وضمان ومع فريق متخصص. فزي ما قلنا، طب ايه اللي ممكن يحصل لو الشاحن ركب بشكل خاطئ؟ طبعا لقوا ان 15% من حوادث العربيات الكهرباء اللي بتحصل في العالم كله سببها التركيب الشواحن بشكل خاطئ، اما مشكله في الشاحن اللي هو لو كواليتي وما فيهوش السيفتي كومبوننتس اللي تخليه ياخد اكشن في حاله حدوث
حريق، او ان التركيب نفسه خاطئ. ويعني 75 بقى في المية من المشاكل اللي حصلت بسبب الشواحن اسبابها المستخدم نفسه. اولا طبعا بنشوف كتير جدا، وعلى فكرة الموضوع ده حصل في مصر كان منها سوء طبعا استخدام الشواحن وتركيبها بشكل خاطئ. وهو مثلا انك توصل فيشة الشاحن زي الشواحن البورتابل تشارجر، بتوصلها بالفيشة، السلك اللي عندك في الحيطة مش مناسب، فطبعا ده بيحمل على السلك يبدأ يسيح، يمسك فيه الكهرباء، انت بتشحن اوفر نايت بالليل مش واخد بالك، النار توصل للعربية طبعا تؤدي الى اشتعالها. والحادثه دي على فكره حصلت برضو في احد سيارات تسلا، يمكن موقع رويترز اتكلم عليها. عربيه كانت مركونه في جراج برضو بسبب الشاحن ده حصل او طريقه الاستخدام ديت، حصل حريقه في العربيه الكهرباء. مصدر خارجي تماما، البطاريه كانت سليمه، كل اللوجز بتاعتها والهيستوري بيقول ان مفيش مشكله في البطاريه، ولكن كان بسبب خارجي. طبعا حته التطويله اللي بتحصل في السلك، وان احنا نوصل سلك طويل او نوصله بمشترك ونعمل تطويله كبيره جدا، ده بيؤدي لمشكله. لان هو يمكن اتكلمنا على الموضوع دوت في فيديو، ان لما السلك بيطول بيحصل فولتج دروب، بيحصل ان الفولت بيقع او الجهد بيقع، بيؤدي ان الكهرباء السلك بيسخن طبعا بسبب ان المقاومه بتزيد جدا. فلما السخونيه دي تزيد زياده عن اللزوم، السلك يبدا يسيح، يبدا يشتعل. طبعا لا قدر الله لو واصل بالعربيه هيؤدي لاشتعال العربيه، وده طبعا من المشاكل اللي ممكن تحصل بسبب التركيب الخاطئ او الاستخدام الخاطئ للشواحن. عشان كده بننبه دايما ان لازم تركب طبقا للستاندرد وبشكل صحيح، واستخدامك كمان لازم تبقى عارف تستخدم ازاي. موضوع الارضي يا جماعه مهم جدا جدا جدا. الارضي باختصار هو اقل مقاومه موجوده في المنظومه كلها. لما بيحصل تسريب كهرباء او يحصل ماس لا قدر الله او الكلام ده كله، المقاومه دي وظيفتها ان هي تاخد الكهرباء دي توديها للارض. فالارضي مهم جدا ان هو يكون راكب، ويكون راكب بالشكل الصحيح. طبعا انظمه السيفتي اللي بتركب زي الار سي بي او والكلام ده كله، ريزيدوال كارنت بريكر والحاجات دي، الحاجات دي بتبقى غاليه في السيستم، وفي ناس ما بتركبهاش اصلا عشان توفر في المنظومه، ولكن مهمه جدا 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 عشان تضمن امان ليك وامان طبعا للعربيه اثناء الشحن وتفادي خطر الحرائق. انفستمنت بتعمله في الاول ممكن يكون اغلى شويه، ولكن بيطمنك بقيه على نفسك طبعا وعلى العربيه طول الوقت ان شاء الله. خلينا نتكلم بقى على ازاي تتعامل مع الحريق لما يحصل. وعشان كده معايا في الحلقه دي صديقي العزيز باشمهندس علي سامح، المتخصص والاستشاري في مجال السيارات الكهربائيه، واللي هيقول لنا المفروض نتعامل ازاي لو حصل حريق. حرائق العربيات الكهرباء المفروض بتعامل ازاي معاها ما قبل او ما اثناء الحريق وما بعد الحريق؟ شيء خلينا الاول نتفق ان انا لو لا قدر الله حصل عندي حادث، انا معرض لحاجه من الاثنين. الحاجتين اللي يحصلوا معايا، يا اما يحصل لي صدمه كهربائيه، يا اما صدمه كهربائيه ان انا اتكهرب يعني، يا اما يحصل عندي ان هي اشتعلت فممكن يحصل انفجار، فالانفجار ياثر فيا ماشي في الشخص يعني اللي واقف. مهم جدا نعرف الاول ايه الحدود بتاعتنا، بمعنى او بلاش نقول الحدود، خلينا نقول الاول ان احنا لو احنا حصل عندنا حادث، الغاز اللي فيه غاز سام جدا بيطلع اللي هو الفلورايد هيدروجين، ده غاز سام جدا جدا جدا، استنشاقه ممكن بيأثر في الرئه وبيعمل تآكل في جدار المعده، وممكن فعلا يسبب وفاه بكميات ضئيله جدا منه. فده فعلا خطر، الغاز اللي طالع او الابخره اللي طالعه منه. فاحنا نريليت ده بقى الكلام ده بارض الواقع. في الواقع اللي يحصل مننا كالاتي: لا قدر الله انا حصل عندي حادث. ما يحصل عندي حادث، المفروض ان انا مثلا كشخص بتاع اطفاء، فعندي بروهيبتد اريا، عندي كده باوندري، عندي مناطق بروهيبتد، ممنوع ان انا عند الحريق مثلا العربيه هنا من ناحيه العربيه لحد 3 متر، انا لازم ما اقربش للجزء ده، ما ابقى لابس البي بي اي كامل، لان انا ممكن يحصل بيبقى فيه شحنات، ممكن يحصل عندي يحصل لي الكتريكال شوك، صدمه كهربائيه، ممكن يحصل لا قدر الله انفجار وانا مش لابس الملابس الوقايه، فانا اذي نفسي. فده اول حاجه. فلازم يبقى احنا عارفين ايه البروهيبتد اريا بتاعتنا، الليميتس بتاعتي، انا هتحرك فين. ما ينفعش مثلا ابقى انا لابس شورت حريق، لابس شبشب في رجلي وليكن ولا جزمه عاديه، واروح كده جنب العربيه متر قريب من العربيه، لا انا كده بخاطر بحياتي. دي اول حاجه.
فانا عندي كده بروهيبتد اريا، انا عارف مش هقرب من المنطقه دي الا لما ابقى لابس البي بي اي بتاعتي كامله. انا عندي طريقتين ان انا اطفي بيهم الحريق. اول طريقه اللي هي الفاير بلانكت. الفاير بلانكت ان احنا عندنا البطانيه الخاصه بالحريق. فانا الفكره كلها لما بيحصل عندي حريق انا ببقى عايز ايه؟ عايز امنع الاكسجين ان هو يروح للباتري علشان التفاعلات اللي بيعملها، فبيزود الحريق. فبيحطوا فيه بلانكت كده معينه للحادث، لو حصل عندي حادث بتتغطى كامل العربيه بحيث ان هو يمنع الاكسجين ان هو يكون حوالين الجزء او يدخل في الجزء اللي حصل فيه الديفكتيف معانا. بس مشكله البلانكت ان هي ممكن في لحظه معينه يحصل فيها انفجار، يعني ممكن تنفجر بسبب الغازات اللي بيكونها، فممكن تنفجر. فدي طريقه مش شائعه قوي. الطريقه الثانيه الشائعه واهم شيء ان هي او الفعال هقدر اقول ان هي الميه، فقط ميه. فانت بس ممكن تاخد كميات ميه كبيره جدا. الى جانب كمان ساعات بيجيبوا يعني العربيه بيغمروها بعد ما بتشتعل وبيسيبوها لان هي في خطر ان هي تشتعل تاني. بنلاقيهم ان هم بيغمروها في تانك ميه بيسيبوها لفترات طويله جدا، او بيحطوها في كونتينرز فيها رمل ويدفنوها كانهم بيدفنوها، لان العربيه زي ما قلنا عرضه ان هي ممكن تشتعل تاني في اي وقت، لان هي عباره عن خلايا. الخلايا دي لو ممكن اشتعل جزء منها والجزء الباقي ما اشتعلش ممكن يشتعل في وقت تاني. فبنشوف ان طرق الاطفاء والتعامل مع الحرائق بتبقى بالشكل ده. السؤال بقى الاهم، هل في تكنولوجيا بطاريات امن من بطاريات؟ في الحقيقه لقينا يمكن من حوالي 2 أو 3 سنين اطلقت BYD بطارياتها البليد باتري اللي هي بتعتمد على تكنولوجيا LFP ليثيوم ايرون فوسفات، ودي طبعا لقوها امن بكتير جدا جدا من NMC، لان NMC او النيكل مانجنيز كوبلت لقوا ان هو اثناء الحريق بيطلق الاكسجين اللي هو اصلا بيساعد على الاشتعال بشكل اكبر. لقوا كمان ان بطاريات LFP بشكل عام يعني ان هي بتشتعل عند 270 درجه مقارنة NMC بتشتعل عند 150 درجة بس، ففرق كبير جدا في التفاوت في درجات الحرارة ان هي تشتعل عند درجة حرارة اعلى. فده طبعا احسن، لان العربية لو مركونة في اجواء حارة لقد يعني او في اجواء صعبة جدا، فده طبعا هيؤدي ان العربية LFP هتتحمل حرارة اكتر من العربيات NMC. عشان كده بننصح طبعا الناس بشكل عام ان هي تركن عربياتها في مكان مظلل عشان تتفادى ارتفاع درجات الحراره، خاصه في الصيف. الصيف بقت درجات الحراره عاليه جدا، فيفضل ان هي تركنها في مكان مظلل. طبعا كمان لقوا ان احنا قلنا LFP بشكل عام امن، ولكن البليد باتري كمان بقى اللي هي معموله بديزاين، يمكن اتكلمنا في فيديو تفصيلي عن الموضوع ده، انصح كل الناس اللي لسه ما اتفرجتش عليه ان هي تخش تشوفه. الديزاين بتاع البليد باتري يمكن هي اسمها بليد عشان قلنا ان هي شبه الشفره، رفيعه وفي نفس الوقت طويله، فده خلى البطاريه ان هي حتى لو ثقبتها او حاجه درجه الحراره ما بتحصلش بشكل كبير جدا، لان انت بتبقى عملت ثقب او شورت سيركت في حته صغيره قوي مقارنه بحجم البطاريه الكبير، على عكس طبعا البطاريات التانية اللي بتبقى بريزماتيك او باوتش سيلز او السلندريكال، فانت خلاص مجرد عملت الثقب فالسيلز بتبدا تشتعل تدريجيا، الحراره بتعلى جدا 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 مقارنه بالتانية اللي هي الخرم بيبقى نسبيا صغير مقارنه بحجم البطاريه او السيل الكبير. فانصحكم تتفرجوا على الفيديو لان كان فيديو قوي جدا وهيفهمكم بشكل تكنيكال بطاريات BYD والبليد ليه ازاي قويه جدا، وخلت BYD يمكن دي الاساس اللي خلى شركه BYD في حته تانية خالص مقارنه بباقي شركات العربيات. طيب خلينا نلخص كده الخلاصه ان عربيات الكهرباء مش اكتر عرضه للاشتعال من البنزين، لكن لو ولعت اطفائها اصعب، وقلنا ازاي كيفيه التعامل معاها. يعني لو عندك التولز المناسبه للتعامل مع العربيه الكهرباء والحرائق بتاعتها فخلاص انت يعتبر في امان، ويعتبر حليت المشاكل بشكل كويس جدا. تاني حاجة وهي بطاريات LFP، قلنا ان هي طبعا اكثر امانا من بطاريات NMC، طبعا عشان زي ما قلنا الاكسجين اللي بيطلع من NMC بيساعد على الاشتعال اكتر. LFP بتتحمل درجات حرارة اعلى فتشتعل عن درجات حرارة اعلى، فده بيخليها امن وتقدر تتحمل ظروف قاسية اكتر. طبعا البليد باتري في حتة تانية خالص من حيث السيفتي بتاعتها. ده كان يمكن الموضوع ده كان بدأنا نسمع عن حرائق العربيات الكهرباء في العالم كله، يمكن في مصر حصل اكتر من حادثة، فكان
مهم جدا نتكلم عن الموضوع ده ونقول ليه الحوادث دي ممكن تحصل. فأتمنى الموضوع يكون عجبكم، وما تنسوش تعمل لايك وسبسكرايب للقناة عشان تدعمنا أولا، وعشان تتفرج على كل الفيديوهات اللي جاية، وما تنساش تكتب لنا رأيك في الحلقة. شكرا ليكم، ونلتقي في حلقة تانية قريبا. شكرا.